السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة سلام لكل حد بيسمعني، سواء كنت إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد. رسالة سلام لكل عمار الكون، من أصغر ذرة لأكبر مجرة. رسالة سلام لكل حد حي عارف إنه حي، ولكل حي لسه ما اكتشفش إن جواه حياة. أهلا بيكم. النهاردة جايين ندخل في حتة تانية خالص مختلفة شوية في رحلة الوعي، وهي رحلة تقسيمة من تقسيمات كانت مهمة جدا موجودة معايا في خريطة القدر، وهي تقسيمة البشر. ايه هي انواع البشر اللي موجودة في الدنيا دي؟ كانت التقسيمة دي من اصعب الحاجات، خاصة ان انا لما بدأت في طريق الوعي وبدأت اشوف المدارس اللي كانت موجودة، كانت المدارس مقسمة البشر لنوعين: النوع الموجب والنوع السالب. طبيعة الحياة ان فيها موجب وفيها سالب. النوع الموجب ده اللي مع الوفرة، اللي مع الفلوس، اللي مع الصحة، اللي مع كل حاجة. والنوع السالب دوت اللي ما معهوش الفلوس وما معهوش الصحة وما معهوش كل حاجة. وانت ماشي في الحياة، الحياة مش ابيض واسود، عشان بس نبقى واضحين. يعني بالمعنى الاصح هي لما جيت بمشي في طريق الوعي كتير كان عندي معضلة كبيرة قوي. يعني ايه ان الوفرة اللي معاه فلوس هو ده الصح، واللي ما معهوش فلوس هو ده الغلط؟ طب ما هو في ناس معاها فلوس بس مش هي الصح وانا عارفهم، وفي ناس ما معهاش فلوس بس هي صح وهي كويسة. فيا ترى التقسيمة دي صح؟ كانت بالنسبة لي كان فيها معضلة كبيرة جدا. بس طبعا يعني كراجل تلميذ كنت دايما في اوقات كتيرة بقبل في اوقات من الحاجات اللي بتتقلي، زي مثلا في الحتت المادية دي بقبلها لحد ما ربنا ما ينور بصيرتي فيها. جه الموضوع يعني دايما عادة ربنا بينور بصيرتي باعتراض. يعني دايما ربنا بينور بصيرة الواحد، يعني زي ما قلت لكم قبل كده، محدش بيخرج بره الكومفورت زون من غير ما ياخد بالشلوت. فدايما عادة كل مرة ببقى حاطط حاجة واغيرها بعد كده بيجي ربنا بيديني بالقلم علشان يفهمني هو انت متكبر ليه ومتخيل ان الموضوع بتاعك. الموضوع مش بتاعك، انت حد جاي يقول اللي بيتقال له، فما تتكبرش وما تعملش نفسك انك فاهم كل حاجة. فكنت بتناقش مع حد ومصر على رأيي ان هو ايوه الوفرة هي الموجب وعدم الوفرة هي السالب وبتاع، والشخص اللي قدامي زنقني جامد قوي. وهو زنقني في حتة اصلا انا متشكك فيها، اللي هي حتة يعني ايه ان اللي معاه فلوس، في ناس معاها فلوس وحشة وفي ناس ما معهاش فلوس وحلوة، وحلوة وراضية وسعيدة ودنيتها جميلة بالرضا والحاجات دي كلها. انا عارف الكلام ده كله، بس يعني قعدت اعترض لغايه لما اتزنقت في الاخر قلت له انت كلامك صح، بس انا لغايه دلوقتي مش لاقي لها اجابه. لحد ما ربنا منور بصيرتي. الموضوع يا جماعه مش وفره وعدم الوفره، ده الموجب وده السالب، عمرها ما كانت كده. الموضوع ان البشر في منهم 4 انواع، بس الفكرة كلها في موجب وفي سالب. أيوة في موجب وفي سالب، في نص يمين وفي نص شمال. بس النص اليمين والنص الشمال مش مبنيين على الوفرة المادية، عشان بس نبقى واضحين فيها. نص اليمين والنص الشمال في البشر، الموجب والسالب فيهم مش مبني على مين اللي معاه فلوس ومين اللي ما معهوش. ما تخليش حد يلعب بدماغك، لان زي ما انا قلت لك كده هتلاقي ده وهتلاقي ده. وعشان كده هبدأ اخش معاك في التقسيمة اللي احنا عملناها، بس التقسيمة الموجب فيها والسالب فيها ما كانش الحكم فيها الفلوس، ولكن الحكم فيها كان حاجة تانية خالص. في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. وفي آية قرآنية ربنا بيقول في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فبالتالي الحياة في معرفة الله، الحياة في إنك تعرف ربنا، الحياة في إنك يبقى عندك روحانيات. وبالتالي الموجب هو الروحانيات والسالب هو السالب روحانيات. يعني احنا لو احنا هنقسم الناس لشقين، الشق الموجب فيهم هو الشق الموجب اللي فيه روحانيات، والشق السالب فيهم هو الشق السالب في الروحانيات. يا ترى هما بس كده هو دوت الشقين بتوع البشر؟ لا طبعا. الشق يبقى احنا كده اتفقنا ان الموجب والسالب الاساسية هي على الايه؟ على الروحانيات. لكن في كل نص من الاتنين فيهم جانب مادي مختلف.
فيهم موجب وسالب برضه. بمعنى ايه؟ يعني في موجب وسالب على الروحانيات دي الأساسية اللي بتفرق الناس لفسطاطين، فستان حي، فستان نص حي ونص ميت. نص ميت روحانيا، نص ميت داخليا. بالمعنى الأصح يا جماعة، عشان بس أبقى واضح معاك، أنا راجل عشت 33 سنة. كنت مسلم، كنت بصلي، كنت أعرف إن في حاجة اسمها ربنا وبكلمه وبصلي له استخارة والكلام ده كله. بس قبل ما يتفتح قلبي لمعرفة ربنا الحقيقية وأمشي الطريق بتاعي اللي لجوه ده، أقسم بالله أنا كنت ميت. أقسم بالله أنا كان معايا فلوس قد كده وما كنتش حاسس بأي راحة في الدنيا. اقعد اضحك مع الناس واقول هزار وضحك وانا قاعد في وسط الناس تقول لك ده اسعد انسان في الدنيا، وبمجرد ما يمشوا واسيبهم انا قاعد كئيب جدا، زعلان جدا، مش حاسس ان انا في حاجة جوايا حية اصلا. لحد ما حصل اللي حصل وربنا فتح عليا الباب بتاع الروحانيات والدنيا فتحت والكلام ده كله. عدت عليا ايام ماديا كانت اصعب من اصعب الايام اللي مرت بيها في حياتي، وعلى الرغم من كده كان في سلام ويقين داخلي مرعب، كان عجيب. من الحاجات اللي انا بحكيها للناس قصص كده، حاجات حصلت. ان شاء الله في يوم من الايام هبقى احكي لكم على قصه منهم. اليقين اللي كان موجود يقين عجيب، والسلام اللي كان موجود سلام عجيب. وهو الحمد لله اللي بيخلي الواحد يكمل. اجي اسمع عن زمايلي اللي بياخد بال100,000 واللي بياخد بال30,000 ويجي يحكي لي ان هو بيروح يتعالج نفسيا نتيجة ان في عنده ضغوط. طبعا الموضوع دوت يعني بيتكشف ليك بالصدفة، نبقى بنتناقش في حاجة ويجي يحكي لك على كده وانت شايف ان انت كانت الدنيا مسحولة معاك، وعلى الرغم من كده في يقين وسلام كان عجيب. فالحياة في معرفة الله، معرفة الله الحقيقية، مش معرفة اللي هو الله أكبر الله أكبر وي 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 وي. لا مش دي معرفة الله الحقيقية، معرفة ده، معرفة ده. فده الموجب. والسالب بقى دوت زي ما قلت لك الميت. الميت دوت السالب ده فيه سالب وفيه موجب برضه، بس في الماديات. بمعنى ايه؟ الطرف الاول في الطرف السالب هو السالب سالب، سالب روحانيات وسالب ماديات. الحياة معاه سودة في كل حاجة، لا معاه فلوس ولا معاه دين. عادة الناس اغلبها موجودة في المربع ده. هم هنسميهم كده 4 مربعات لان هي دي تقسيمة خريطة القدر. مرة كده ان شاء الله هبقى اعرض لكم الرسمة والصورة بتاعت خريطة القدر. بس هم 4 مربعات. المربع الاول فيهم السالب سالب، لا معاه فلوس ولا معاه روحانيات، وطول الوقت حاسس ان كل مشاكل الدنيا اللي هو عايش فيها نتيجة ان العالم الخارجي. مرة يحطها على ربنا ده القدر، ومرة يحطها على الدولة، مرة يحطها على الرئيس، مرة يحطها على الضرائب، مرة يحطها على الظروف، مرة يحطها على المطرة، مرة يحطها على الطريق، مرة يحطها على مراته، مرة يحطها على أولاده، مرة يحطها على أهله، مرة يحطها على مدرسينه. دايما عنده مبررات لأي شيء. دايما هو صح مش غلط. دايما هو شايف ان هو علمت الدنيا وجهبذ الجهابذة. هو مش محتاج يتعلم اي شيء. قاعد بقابل واحد صاحبي يقول لي انت فين يا احمد؟ اقول له بعمل كورسات. يعني كورسات ايه؟ قلت له يا ابني تنميه بشريه وحاجات من كده. قال لي هو لسه الناس بتسمع الهبل ده؟ فلسه جاي اتناقش معاه، فلقيت واحد صاحبه جاي له فبيقول له يلا بس ايه الراجل ده دخل معانا في الجمعيه. قلت له جمعيه ايه؟ قال لي لا جمعيه حشيش. قلت له انت عندك مشاكل في الفلوس يا امجد؟ قال لي قلت له طيب انت عندك مشاكل في الفلوس بجد؟ قال لي وبتجيب حشيش؟ قال لي ده الواحد بيصرف عليه بتاع 2000 3000 جنيه. قمت قال له طيب. قال لي كنت عايز تقول ايه بقى؟ قلت له لا ما كنتش عايز اقول حاجه خالص. هم دايما شايفين نفسهم صح. هم دايما شايفين ان المشاكل كلها من العالم الخارجي. الناس ديت ميته من جوه وميته من بره، لا معاها فلوس ولا معاها روحانيات. المربع التاني بقى دول اللي هم بقى السالب روحانيات موجب ماديات. الناس ديت عاملة زي مصاصين الدماء. هو عايش طول الوقت علشان يمص في دم الناس التانيين. شايف ان هو علشان يزيد لازم غيره ينقص. هو ميت من جوه وحاسس ان هو لو ما قعدش يشرب من ده وياخد من دوت ويعمل من ده، عامل زي الفامباير كده بالظبط. يقعد يمص في دم ده ويمص في دم ده ويمص في دم ده. لو ما عملش كده بيحس ان هو بيموت. فطول الوقت عمال بيجري جري محموم علشان يزيد، وهو مش عارف هو بيجري ليه. بس هو حاسس ان هو لو ما عملش كده هيموت. المربع ده بيبقى اكتر تعاسة من المربع الاولاني. المربع الاولاني عنده امل ان هو يبقى سعيد،
لما يبقى معاه فلوس زي المربع التاني. لكن للأسف لا ده سعيد ولا ده سعيد ولا ده حي ولا ده حي، الاتنين ميتين. ندخل بقى على المربعات بتاعة الحياة، المربعات الجميلة اللي فيها روحانيات وجمال وروح ودنيا حلوة أوي. المربع الأولاني فيهم هو الموجب روحانيات لكنه سالب ماديات. المربع دوت الناس اللي موجودة فيه هي ناس فهمت حقيقة الدنيا، إن هي دار ممر، هم هيعبروا منها، مفيش فيها حاجة حقيقية، هي يا دوبك حاجة بالمعنى الأصح بيت هم دخلوا من باب وهيطلعوا من باب زي ما قال سيدنا نوح. فاحنا مش عايزين نتقل كتافنا بأي حاجة من الدنيا دي، احنا عايزين نمر. عادة الناس دي بتبقى عندها كفافها، ما بتبقاش مش لاقية تاكل، ما بتبقاش تحت الصفر، ما بتبقاش متدروشة وقاعدة بتشحت في الشارع نهائي. الناس ديت معاها كفافها، مغطية نفسها ومغطية عيلتها، لكنها شايفة ان الدنيا مش محتاجة السباق المحموم اللي الناس عمالة تعملوا عليها. عارفين حقيقتهم وعارفين حياتهم، ضايقين اللي محدش غيرهم ضايقه، بالتالي هم مستمتعين وضايقين الجنة هنا قبل ما هيروحوا يدوها هناك. النوع الرابع بقى ودوت اللي هو يعتبر أقل قليل اللي موجود في الدنيا. النوع دوت هو الموجب روحانيات، الموجب ماديات. النوع دوت هو أندر نوع ممكن تقابله في الحياة. النوع دوت معاه نفس الفكرة بتاعة الموجب سالب، اللي هو شايف ان الدنيا دار ممر، ان هي بالمعنى الاصح حاجة غرورة هنعدي منها ونسيبها. لكنه شايف ان الدنيا هي اداة قوية جدا علشان يقدر يجذب اكبر عدد من الناس اللي في السالب للطرف الموجب. هو شايف ان وجوده هنا للتغيير، وعلشان يبقى هيغير لازم يكون قوي ومسيطر. بس هو فكرته عكس فكرة السالب موجب في الفلوس. السالب موجب شايف ان هو علشان يزيد لازم غيره ينقص. الموجب موجب بيتبع المبدأ اللي موجود اللي الأجانب دايما يقولوه دلوقتي، وين وين سيتويشن. هو شايف ان هو عشان يزيد لازم غيره يزيد. اي حاجة بياخد فيها فلوس بيكون مدي قيمة اكتر من الفلوس اللي هو بياخدها. شايف ان وجوده في الدنيا ديت علشان يغير الدنيا دي. الناس ديت لما بتيجي الحياة بعدهم بتكون مختلفة تماما عن الحياة اللي هم جوها. وبالتالي يبقى عندنا كده 4 أنواع من البشر. النوع الأولاني السالب سالب، ده لا روحانيات ولا فلوس. النوع التاني السالب موجب، دوت معاه فلوس لكنه ميت من جوه، طول الوقت عمال يجري، وهو ده النوع دوت اللي ممكن يدمر الكون ككل علشان غروره وطمعه. النوع التالت الموجب سالب، راجل عايش في حاله، ضايق روحانياته، عارف ان هي دار ممر، شايف ان هي دار خدعة وخديعة مش مستاهلة اكتر من ان هو يعديها بس. النوع الرابع الموجب موجب، الخلفاء اللي جايين ينوروا الحياة ويسروها، شايفينها دار ممر برضه، ضايقين روحانياتهم جدا، جايين يساعدوا اكبر قدر من الناس اللي موجودة في السالب يروحوا على الموجب. بعد ما اكتشفت التقسيمة ديت وكتبتها وحددتها وقعدت اتناقش مع بعض زمايلي وخاصة قريبي اللي هو الدكتور الفيلسوف اللي هو دايما كان بيسري دايما معاه النقاشات جدا، حتى لو هو مش مقتنع بفكرتي كان دايما يقعد يناقشني في فكرتي لحد ما ننميها ونكبرها جدا. قال لي الكلام ده حلو قوي، بس ايه دليلك على الموضوع ده؟ يعني في حاجة في علم النفس مثلا؟ قلت له لا، ما اعتقدش ان انا شفت حاجة كده في علم النفس. زي ما قلت لك اللي انا اتعلمته في طريق الوعي كان دايما يقول لك الوفره ده الموجب وعدم الوفره ده السالب. قال لي طب مفيش حديث مفيش حاجه؟ قلت له لا والله. قال لي دي تعرف لو كان الموضوع ده عليه حديث او حاجه كانت هتبقى قويه جدا، كانت هتبقى بوم. قلت له والله تصدق اكيد طبعا، بس يعني انا الحمد لله لما ربنا بينور بصيرتي بحاجه انا بايه بصدق قلبي. كان الكلام دوت كنا قاعدين بنتناقش الكلام ده الخميس. تاني يوم الجمعة رايح بصلي صلاة الجمعة، ويقوم الإمام قايل في الخطبة الحديث اللي أنا عارفه بس أنا كنت ناسيه تماما، اللي هو يعني ما معنى الحديث. أنا ما بقولش نص الحديث ولا بقول نص أي حديث لما باجي أتكلم، أنا بتكلم على معاني الأحاديث. فيعني فسامحوني أنا ما بقولش نصها، أنا بقول معناها وأتمنى إنك تقبل الكلام بقلبك. وما يعني برضو انا لما باجي اقرا القران ما بركزش قوي في تجويده، على الرغم من اني دارس تجويد والتفخيم والترقيق والقلقله والمدود والكلام ده كله، بس
انا بحاول يبقى دنيتنا بسيطة شوية. فانا الاحاديث اللي انا بقولها انا بقول ما معناها علشان نوصل لروحها. مش حابب ان انا امسك ورقة واقعد اقول الحديث او اقعد احفظه. انا مش هدف الحفظ، انا هدفي قلبي. فانا بهتم بان انا اعرف الحديث مش اني احفظ الحديث. اعرف القرآن مش اني احفظ القرآن. ادوق القرآن. فهي يعني ايه، خلي البساط احمدي وخلي الدنيا حلوة ودوق قلبك. ما تدوقش الترديطات والحفظ. انا مش بتاع حفظ. فلو انت بتاع حفظ سامحني في الموضوع ده. الحديث بيقول لك ان الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله المال عبد رزقه الله مالا وعلما فيعلم أن لله فيه حق ويصل فيه رحمه فهو أفضل المنازل. يعني الراجل ده في أفضل المنازل. راجل ربنا أتى المال وأتى العلم، عارف إن ليه في الفلوس دي حق، عارف إن الناس يعني لرحمه ليه حق، وعارف إن هو بيتقي ربنا في الفلوس دي، فهو في أفضل المنازل. ورجل آتاه الله العلم ولم يؤته المال فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لفعلت فيه مثل فلان، اللي هو الراجل الأولاني دوت، فهو بنيته، والاتنين في الأجر سواء. النوع الثالث يقول لك: وعبد رزقه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو يتخبط فيه. عمال يتخبط، هو مش عارف في أي حاجة، لا يعلم أن لله له فيه حقا ولا لرحمه له فيه حق، فهو بالمعنى الأصح فأشر المنازل. ورجل لم يؤتيه الله مالا ولم يؤتيه علما، السالب سالب اللي احنا قلنا عليه، يقول: لو أن لي مالا لفعلت مثل فلان، فهم في الوزر سواء. فأول ما سمعت الحديث ده طلعت أجري على قريبي الدكتور عاصم: يا دكتور يا دكتور الحديث أهو. يقول لي: فين أهو؟ قلت له: الحديث. أول ما سمع قال لي: تصدق التقسيمه بالظبط زي ما أنت كنت قايلها. وهي دي تقسيمة خريطة القدر للأنواع الأربعة للبشر. عادة في كورس خريطة القدر بنركز على المربع بتاع الموجب موجب. احنا مش هدفنا يا جماعة ان احنا نتكلم في روحانيات مصمتة. مش هدفنا اننا نتكلم في المحبة واننا ننسى ان احنا موجودين في دنيا. مش هدفنا ان احنا جايين نبني دين. انا مش شيخ. طبعا انا هدفي ان انت تسمع صوت قلبك وتسمع صوت ربك. انا هدفي ان انت تدوق اللي انا دقته. انا هدفي انك تعرف الاله اللي المفروض تعرفه. دي اصلا رسالتي الحقيقية في الحياة. لكن اصلا علشان تدوق الاله اللي انت المفروض تعرفه وتدوق اللي هو موجود في كل شيء حواليك، انت محتاج ان انت تعرف انت مين. وعشان تعرف انت مين لازم تمشي في رحلة في الحياة، رحلة مادية. اوعى حد يقول لك انك بصلاة او بتأمل او بمديتيشن او بيوجا انت هتكتشف صلتك بالاله. كل الحاجات دي ادوات علشان تبدأ تسمع صوتك. علشان كده اهم مربع في الاربع مربعات في كورس خريطة القدر دايما هو مربع الموجب موجب. ولما بنبدأ نحط اهدافنا بنحطها في اهداف في المربع بتاع الموجب موجب. احنا هدفنا اننا نغير العالم. هدفنا ان احنا نكون واحنا سايبينه، احنا سايبين فيه بصمتنا وسايبينه احسن من الكون اللي احنا لقيناه عليه. تخيل لو انت دي تبقى رسالتك في الكون، رسالتك في الحياة، ان انت وانت جاي الحياة عايز تسيب الحياة اجمل مما انت لقيت عليها. لما تيجي تسمع الامريكان تلاقيهم بيتكلموا كده. تخيل لما الامريكان يتكلموا كده فهم قادرين يبقوا الدولة رقم واحد في العالم. ليه احنا ما نتكلمش كده؟ الصحابة زي ما قلت لكم، الراجل راح بتاع الروم بيسأله، بيقول له: انتوا مين؟ قال له: نحن قوم ابتعثنا الله بدين لنخرج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد. شايف الرسالة؟ شايف الرسالة؟ شايف القوة؟ ده موجب موجب. مستحيل تبقى متخيل واحد زي دوت سالب سالب ولا سالب موجب نهائي. ده موجب موجب ولا حتى موجب سالب. اللي راح يتكلم بالعزة دي: نحن قوم ابتعثنا الله بدين. مش ربنا بعث فينا رسول بدين، ده قال لك ابتعثنا، كأننا كلنا جات لنا الرسالة.
لان هم كانوا بيعتبروا ان الرساله اللي نزلت على الرسول عليه الصلاه والسلام دي بتاعتهم كلهم. نحن قوم ابتعثنا الله بدين لنخرج العباد من عباده العباد لعباده رب العباد. ركز ان يكون لوجودك قيمه، ركز ان يكون لك اثر في الكون، ركز ان يكون لك نفع للحياه. جهاد الانسان بيبدأ من ذاته. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث بيضعفوه البعض لما رجع من غزوة من الغزوات قال لهم عدنا من الجهاد الأصغر للجهاد الأكبر. قالوا له وما هو الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال لهم جهاد النفس والهوى. جهادك لنفسك ده جهاد، جهادك انك تنشر الخير ده جهاد، جهادك انك تنشر الحق ده جهاد، اللي انا بعمله معاك وده يعتبر جهاد. كل حاجة انت بتعملها في حياتك هو نوع من انواع الجهاد. جاهد في سبيل انك يكون لك قيمة في الحياة، لان هو ده الباب الوحيد اللي هيفتح لك صوت قلبك. هو ده الباب الوحيد اللي هيبدأ يفتح البوابة الصغيرة اللي موجودة جواك اللي اسمها روحانيات، اللي هتدوقك وتخرجك من ضيق الاحتمال لسعة كل الاحتمالات. يا رب تبقى الدنيا وضحت. أسيبك بسلام وأمان وخير، وأتمنى أشوفك المرة الجاية على خير وسلام وأمان. أشوفك على خير. السلام عليكم.